أهلا بيكم. أنا من هواة الفرجة على المسلسلات الأجنبية، ولاحظت حاجة غريبة مع المسلسلات اللي بتحكي عن لصوص دخلوا عالم الجريمة، زي المسلسل الإسباني البروفيسور أو لا كاسا دي بابل. وسألت نفسي، هو احنا ليه بنتعاطف مع المجرم اللطيف؟ هل لأنه لطيف ولا علشان بيشبهنا؟ وانت بتتفرج على مسلسل مثلا عن سرقة بنوك، تلاقي نفسك مش متضايق من الحرامي، ودي حاجة عجيبة جدا. الواحد بيبقى زعلان على الحرامي وبتبقى متحمس جدا لهروبه من الشرطة. فحاولت ألاقي تفسير للسلوك العجيب ده، واكتشفت ليه احنا بنتعاطف مع المجرمين اللي من النوعية دي. مش علشان بنحب حياة الجريمة، لكن لأننا بشر وبنتعرض لضغوطات وبنخاف وبنغلط، فبنشوف نفسنا في اللي كسر القواعد. وكمان الحبكة القصصية بتعجبنا وبتشدنا، فما بيبقاش فارق معانا تطبيق القانون، ولأن دماغنا بيميل للتعاطف الإنساني أكتر. وفي نوع تاني من الجريمة زي مسلسل بريكنج باد، البطل اللي ما كانش مجرم من البداية وبقى مجرم، مدرس الكيمياء اللي فجأة جاله مرض خطير، والتأمين الصحي مش راضي يغطي تكاليف علاجه، فخاف على عياله وفكر ازاي هيعيشوا من بعده، فقرر يستخدم ذكائه وعلمه في تصنيع المخدرات وبيعها. أنا في البداية تعاطفت معاه جدا، دماغي قال أنا ممكن أكون مكانه. سيكولوجيا الإنسان العادي مش بيشوف الجريمة لوحدها، بيشوف النية والدوافع والظروف. فبنشوف الحرامي سرق علشان يعيش ولا سرق علشان يترفه، كذب علشان ينجى من مصيبة ولا كذب علشان يستغلنا وينصب علينا. فتلاقينا أوتوماتيكي كده يا معلم نقول الجملة العبقرية للتبرير، ما هو ما كانش قصده أكيد. الجملة دي لوحدها بتديله عفو شامل. وكمان البطل دايما ضحية النظام، والأعمال الدرامية بتخلي العدو الحقيقي مش البطل اللي اتحول لمجرم، لكن لنظام صحي فاشل ورأسمالية متوحشة أو فقر وسلطة ظالمة. فاحنا بنرفض الجريمة وفي نفس الوقت بنتعاطف مع الإنسان اللي النظام طحنه. وفي حاجة برضو خطيرة، وهي إن المتفرج بيحب يجرب حياة الجريمة، عايز شوية شقاوة من غير ما يدفع الثمن. ودي نقطة عجيبة فينا، احنا كمشاهدين عايزين نكسر القواعد، نعمل مصيبة، نقوم بمغامرة، بس من غير ما نتسجن أو نخاف. فالمسلسل بيعمل كل اللي نفسنا فيه وإحنا قاعدين بنشرب شاي. وكمان اترسم في دماغنا صورة نمطية للمجرم اللي مفيش في قلبه رحمة وبيقتل، فالكل بيكرهه. أما المجرم اللي بيغلط غلطة صغننة وبيخاف ويعيط وبيندم، ده بنتعاطف معاه لأنه إنسان شبهنا بس فقد البوصلة شوية. إحنا مش بنشجع على الجريمة، لكن بنتعاطف مع إنسان اتزنق فاختار اختيار سيء. وده بيعكس حقيقة مزعجة شوية، إن الخط الفاصل بين مواطن صالح ومجرم خط رفيع قوي، بنسميه ظروف أو ضغوطات الحياة أو لحظة ضعف. وفي النهاية لو لقيت نفسك بتشجع على الحرامي في مسلسل، ما تقلقش خالص، مش هتنحرف ولا حاجة. وأكيد برضو مش بتشجع على الجريمة، انت بس دماغك بيتعاطف مع البشر أكتر من الالتزام بالقوانين. وبس كده، سلام.